السلام عليكم يا شادي. الله، هو انت طفي النور ليه كده يا ابني يا حبيبي؟ امال عازمني عندك ليه وبتقول لي لازم اجي؟ اما امرك غريب يا اخي. ميري كريسماس يا عم خليل. بابا نويل بابا نويل راكب على الحنطور، وبكره العيد بكره العيد وهنلبس الطرطور. نهارك ابيض يا شادي، هي حصلت كمان تحتفل باعياد غير المسلمين؟ طب وايه المشكله يا عم خليل؟ وبعدين انت ما شفتش مو صلاح وهو بيحتفل بالكريسماس هو واهله؟ اكيد مش هيعمل حاجه غلط يعني، ده مو صلاح يا عم، مو صلاح. تقصد محمد صلاح بتاع الكوره؟ ايوه يا عم خليل، هو في حد في العالم ما يعرفوش؟ اسمع يا شادي، هو احنا في الحاجات دي المفروض نقتدي بمين؟ بلاعب كوره ولا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه بس الدخله الجامده دي يا عم خليل؟ مش قدك انا. النبي عليه الصلاه والسلام طبعا. طب يا سيدي الحمد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الاسلام فيه عيدين فقط، عيد الفطر وعيد الاضحى، وعيد كل اسبوع اللي هو يوم الجمعه. طب وايه المانع ان احنا نحتفل كمان باعياد غير المسلمين؟ ما هي كلها اعياد واجازات وحركات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، ولان غير المسلمين بيحتفلوا هنا بعيد ميلاد المسيح عليه السلام اللي هم بيعتبروه اله او ابن اله. فانت لما تحتفل به معاهم ده في نوع من الموافقة على الباطل او المجاملة في الباطل اللي ربنا قال لك انه هو باطل. تصدق اول مرة اشوف المسألة من الزاوية دي. وفي تفسير قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور ان المقصود بيها اعياد المشركين، لانهم بيحتفلوا بحاجة زور مخالفة للحقيقة، وعشان كده لا يجوز لنا مشاركتهم فيها. ماشي يا عم خليل، وادي يا سيدي شجرة الكريسماس. انت بتعمل ايه يا مجنون؟ يا خبر، دي وقعت على عربية شرطة. طب بالسلامة انا بقى. استنى يا عم خليل، رايح فين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كله يعمل لايك وكله يعمل شير وكله يعمل سبسكرايب، ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا باي باي.